يا سلام، النهارده انا جايه لكم بجد باكلتنا المصريه المميزه. الاكله دي طبعا كلنا كمصريين من وقت للتاني بنعملها، وبيبقى يوم عيد يوم اما بنعمل الاكله دي. هعمل معاكم النهارده طريقه عمل الكرشه والفشه والطحال والممبار. عايزه اقول لكم ان اهم حاجه في بدايه كلامنا لازم نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، لايك وشير للفيديو علشان خاطر يقدر يترفع لاكبر عدد يقدر يشاهد الفيديو ده. وطبعا اهم حاجه في اكلتنا دي ان انت تنضفي الحاجه دي كويس وتغسليها كويس جدا ونقعيها بالملح والخل لفتره علشان خاطر الزفاره بتاعتها، واهتمي بنظافتها. بس اللي انا مستغربه له يا جماعه ان انا لما نزلت جبت الكرشه مستغربه من اللون. احنا كان زمان عندنا الكرشه بتبقى غامقه كده ونقعد نكحت فيها، انا مستغرباها بصراحه. اللي يعرف الكرشه دي هو ده طبيعي ولا دي نوع كرشه معينه يا ريت تقولوا لي في الكومنتات. من ناحيه تانية انا ابتديت اعمل تسبيكه الممبار، وزي ما شفتوني كده ابتديت ان انا احط الكرشه في ميه وعليها بصلايه متوسطه الحجم وشويه فلفل اسود عشان الزفاره. هنا الممبار بتقطعي بصلايه برضو او بصلتين تقطعيهم او تبشريهم، وعليهم طماطم مكعبات صغيره. وطبعا ما نستغربش ان احنا حاطين مكعبات طماطم صغيره، وتحطي كمان معلقتين صلصة. دي مع دي بجد هيودوا الممبار في حتة تانية خالص. وطبعا تحطي الخضرة في الاخر خالص وعليها الرز. من ناحية تانية زي ما انتوا كنتوا شفتوني ان انا كنت بغلي مية، غليت مية للفشة وللطحال، وبرضو حطيت عليهم فلفل الاسود والبصلايه، وده طبعا عشان خاطر يضيع اي ريحه زفاره موجوده فيهم. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين بيبتدي ان هو يدخلوا في السوى. اهم حاجة انك انت تخليهم لغاية ما يستووا وياخدوا سواهم بزيادة شوية عشان يبقى سهل ان انت تاكليه. من ناحية تانية انا جبت معلقة سمنة او زبدة فلاحي وتقطع عليها بصلاية بالشكل ده، ان احنا هنعمل هنا الصلصة التسبيكة بتاعة الكرشة، وهنحط عليها شوية كمون وشوية فلفل اسود وفص او فصين توم صغيرين. طبعا كانت خلاص استوت معايا وحطيتها على التسبيكه بتاعتها، وممكن تحطي كمان شويه من الشوربه بتاعتها عادي جدا بتاعه الكرشه يا جماعه. لكن بصراحه اللي هي بتاعه الطحال وبتاعه الفشه لا، انا ما بستخدمش الشوربه بتاعتها. اللي بيستخدمها يا جماعه ممكن يقول لنا في الكومنتات بصراحه، لكن انا عن نفسي مش بحبها. من ناحيه تانية هنا زي ما انتم شايفين حطيت بس شويه زيت، وهنبتدي بقى بعد ما قطعنا الفشه والطحال ابتدينا ان احنا نشوحها. عايزه اقول لكم ان بتودي في حته تانية، ورشه فلفل اسود ورشه ملح جامده جدا يا جماعه. هنا الممبار خلاص كان دخل في السوا، وخلاص ابتديت ان احنا خلاص حمرته، وهنبتدي بقى نفرغ اكلتنا الجميله دي. ومستنيه رايكم في كومنتات، واي تعليق بالسلبي او الايجابي انا طبعا بتقبل تعليقاتكم الجميله، ومتشكره جدا ليكم من متابعتكم، وتقولوا لي رايكم في اكله النهارده. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ايام اللي جايه ايام خير وبركه وايام مفترجه علينا وعلى امه محمد اجمعين. هنا خلاص بقت جاهزه معانا. بصوا اصلا طريه ازاي وانا بقطعها، وكانت جوسي وكانت تحفه يا جماعه.